السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد، من زمان ما عملتش فيديوهات، فكان أول فيديو بقى نعمله النهاردة إن احنا رحنا الفيوم. رحلة كده جميلة، نغير كده المزاج شوية. المزاج متعكر على الناس كلها، ربنا يصلح حالنا وحال الجميع يا رب. رحنا يوم الفيوم. الفيوم جميلة رائعة، مناظر هادية وجميلة. دي بحيرة قارون. في الفيوم، طبعا الفيوم معروف بحيرة قارون. عليها بقى ايه، القرى السياحية. انا قلت بقى ايه اصور لكم بعض مقتطفات خفيفة كده. انا ما صورتش حاجات كتير في الرحلة بصراحة، لان ما كنتش ناوي انزل فيديو يعني. فقلت الحاجات اللي صورتها اشاركها معاكم كده ونشوف مع بعض. دي الشلالات في محمية وادي الريان. احنا بعد ما نزلنا في قرية على بحيرة قارون، اللي هي على قرية تونس. خلصنا بقى، فيها فطار، فيها قعدة، فيها كل حاجة. خلصنا وجينا بقى على محمية وادي الريان. محمية فيها الشلال زي ما احنا شايفين، فيها بحيرة وادي الريان. فيها استراحات، فيها مشتروات برضو، خزف وحاجات كتير فيها كل حاجة. احنا ركبنا هنا الفلوكة في بحيرة وادي الريان. برضو زي ما احنا شايفين كده. صورت لكم برضو ايه شوية حاجات بسيطة. زي ما قلت لكم انا ما كنتش ناوية انزل فيديو، فقلت اشارك معاكم كده الايه البهجة والسعادة اللي الواحد شافها بصراحة في بلدنا. بلدنا فيها حاجات جميلة، نشجع السياحة في بلدنا كده ونشوف معالم بلدنا. المحمية فيها مناظر طبيعية جميلة، فيها الشلالات، فيها البحيرة، فيها الاستراحة، فيها المشتروات، الرحلات كده زي ما احنا شايفين حلوة وجميلة ونغير النفسية كده. انا رحت مع ناس محترمين جدا. الرضا للرحلات، ناس محترمين، تنظيمهم كويس، مشرفين كويسين. جربوا معاهم الرحلات، بيطلعوا رحلات كل اسبوع وبيطلعوا رحلات حلوة ما شاء الله يعني عليهم. ناس في قمة الاخلاق والذوق. هسيب لكم اللينك بتاعهم في التعليقات. شايفين هنا الرحلات كتير بيزوروا بقى طبعا معالم بلدنا. هنا بقى في قرية تونس بالليل كانت السهرة سهرة جميلة، فيها ألعاب نارية، فيها ألعاب بالألوان، فيها شرب شاي على الفحم. فيها أي يعني حاجات ترفيه جميلة ما شاء الله يعني. عايزة أقول لكم طبعا اللي عايز الأكل والشرب والحاجات الاستراحة حلوة فيها كل حاجة. بس أنا طبعا كشيف قلت عارفين طبعا أنا أحب أعمل أكل بنفسي، فأخدت معايا أكل كفاية اليوم ما شاء الله، وفاض مني كمان انا واللي معايا. فما اشتريتش اكل، حتى كمان الشاي يعني انا كمان واخده معايا الكاتل وعملت شاي في القرية. يعني كل حاجة متاحة في القرية. سهرة جميلة كده تغير النفسية، قضينا فيها ليلة حلوة يعني. عايزاكم تجربوها. بعد ما خلصنا بقى واخدنا وقتنا في القرية كده، جينا بقى في اخر اليوم على مول مصر. عايزه اقول لكم طبعا انتوا عارفين كلكم مول مصر غني عن التعريف يعني. فاخدت منه بعض لقطات خفيفه كده. يعني قلت اشارك معاكم اليوم. كان يوم جميل جدا. عايزاكم بقى تجربوه. الرحله يعني بتجدد النشاط كده علشان نقدر نواصل بقية أيامنا وبقية حياتنا. عايزين نتفائل وننشر البهجة بينا كده. جربوا بقى ايه اليوم والرحلة كده وإن شاء الله تبقى في أحسن حال. أشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.